معه أمس قرر المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالإجماع عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستستضيفها الجزائر فبراير المقبل إن لم يسافر المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطينة عبر رحلة مباشرة من مدينة الرباط. الاجتماع تطرق كذلك لجدل التلاعب بالتذاكر في مونديال قطر. المزيد في ورقة لجيهان جهوري. مشاركة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة بالشان لن تتم إلا بعد رحلة مباشرة من الرباط إلى قسنطينة الجزائرية وعبر طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. القرار جاء في اجتماع للمكتب المديري لجامعة الكرة أمس الذي راسل الكونفدرالية الإفريقية بهذا الخصوص، وأكد أن رفضا محتملا لشروط المغرب يعني عدم المشاركة في الشان الذي تنطلق أطواره في 23 من يناير المقبل وتستمر حتى فبراير الذي يليه. الاجتماع اتخذ أيضا قرارات تهم البطولة الوطنية التي لن تتوقف خلال فترة كأس إفريقيا للاعبين المحليين، أولها عدم السماح لأي فريق بالانتدابات في الميركاتو المقبل الذي ينطلق في 3 من يناير في حال عدم تصفية كل نزاعاته، وضرورة تأدية جميع أجور ومنح اللاعبين قبل متم الشهر الجاري، ثم التأكيد على إثبات الموارد المالية للنادي إلى غاية نهاية الموسم الجاري. وكما كان متوقعا موضوع التذاكر التي تم توزيعها على الجماهير المغربية في المونديال الأخير حضر ضمن نقاط الاجتماع. التنديد كان بقوة من طرف رئيس الجامعة فوزي القجع الذي أعلن عن تكوين لجنة مستقلة للتحقيق في الحدث وإصدار القرارات المناسبة في حق كل من ثبت في إدانته هذا العمل الذي وصفه بالمسيء لسمعة كرة القدم الوطنية. البؤساء المحسوبين على كرة القدم الذين استغلوا هذا الحدث كيفما كان شأنهم وكيفما كان منصبهم وكيفما كانت مسؤوليتهم، لن أتوانى شخصيا وأنتم معكم في اتخاذ كل الإجراءات الصارمة في حقهم. ومن بين النقاط أيضا التأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل تنظيم جيد للموندياليتو لمواصلة إعطاء صورة مشرقة للمغرب.